السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب كده ويجيلها أيام مفترجة. صلوا على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا حبايب قلبي، الوجبة دي وجبة يوم الوقفة، وقفة عرفات طبعا. قلنا نلحق اليوم ده يعني الحمد لله وربنا وفقنا فيه وعجبنا وجباته وكده. وبستنا سبحان الله بعد ما جبنا الوجبة وجبنا 2 كيلو ونص بانيه و2 رز وبسمتي وحضرنا الحاجات كلها. سبحان الله بصينا لقينا تليفون جالنا من بره، والناس قالت لا اعملوا لنا وجبات زي اللي انت عملتيها قبل كده في الفيديو اللي قبل كده اللي انا عملته بتاع الكفته، اللي انا برضو طلعته في العشرة في اللي بتاع ذو الحج وكده. فالحمد لله جبنا بنفس الطريقه تاني، فكترنا جبنا 2.5 تاني، فبقوا 5 كيلو بانيه و4 كيلو رز بسمتي. وطبعا جبنا برضو رفايع اللي حواليهم، برضو زودنا بقسماط وبيض وكل شيء اتزود، وما شاء الله ما شاء الله اتعملت احلى وجبات. فندخل بقى على غسيل الفراخ. كلنا طبعا نضاف وجمال وبنحب ان كل حاجتنا تبقى حلوه، بس في تكات كده كل واحد بياخدها من التاني، بتبقى الناس بتستفاد. بصراحه انا واحده من الناس بستفاد من حاجات كتير حد بيعملها او بيقولها قدامي. ودايما اللي انا بقول كده للبنات اللي هم مبتدئين والعرايس واللي بيتفرجوا علينا كلنا وبيستفادوا مننا. بص يا حبايبي، انا كده دول الاتنين ونص الاولانيين اللي هم كنت عاملاها قبلهم بيوم وغسلاهم. فانا دلوقتي غسلت الفراخ وشطفتها كده كويس قوي، وبعدين حطيتها في قلب المصفى اتصفت. كنت صبنت طبعا الطبق بتاع اللي انا شطفت فيه الفراخ ديت عشان ما يزفلناش الفراخ تاني. وبعدين رحت جايه عامله محلول الملح والدقيق والليمون، وكتري في الليمون فعلا بيضيع اي زفاره، الخل بيثبت الزفاره. فالحاجات دي كده بتبقى ليها تكات كده كويسه. تيجي تشطفيها وكده. طبعا المصفى قدامي اللي هي عصفي فيها قطع البانيه وكده، طبعا نضيفه وحلوه وجميله. ورحت جايه حاطه فيها الحاجه كلها اتصفت، وغسلت تاني ونقحت تاني مره تاني. وبرده في كل مره انا بغسل الحاجه اللي انا بشيل منها الفراخ وكده عشان بس ما تلقطش حاجه زفاره تاني. عملت كده وبصيت بقى ايه، رحت جايه بقى قلت تبل الحاجه بالمره. قلت البنوتشي بقى روحي هاتي لي البصل وكده، بس جابت لي كبير على صغير. طب ليه تقولي تسلي يا تيتا؟ هو وقت التسليه ده يا جماعه؟ بس الحمد لله ربنا برضو قدرنا وتسلينا وفرحنا وعملنا كل حاجه بحب. اقسم برب العز كان حبه اكل ما شاء الله ما شاء الله. كل الناس اتفرحت واتبسطت وطلعت والله العسل النحل قليل على الكلمه اللي انا بقولها. انا عملت شويه رز بسمتي اقسم برب العز. احنا يومها اكلنا بانيه، بس احنا جبنا نص كيلو لوحدينا وعملناه عشان احنا كنا صايمين. طبعا ده من بيتي، ماليش دعوه بحاجه الطعام خالص خالص خالص. الحاجات دي طالعه لله ولله، واللي عند الله ما بيروحش. وكذلك كتير قوي ناس دافعه ونفسها برضو يعني تعمل طعام الطعام دوت بنفس الطريقه. بس سبحان الله الفيديو الاولاني شجعهم اللي هم يتصلوا ويطلبوا مني. فطبعا انا ما بتاخرش على اي حد، وده كله خير وربنا زود الخير، فمش هقول لا طبعا. فرحت باحته وجايبه وعامله وزودنا الكميه زي ما قلت لكم في الاول الفيديو. فالحمد لله يا رب العالمين. اهو كده بقى بغسل المواعين ديت اللي هي تحت الحاجه بس كده، عشان طبعا الايه الوجبه التانيه هتخش وراها على طول باذن الله. نغسلها برده ونوضبها. طبعا مش هغسلها معاكم عشان احنا خلاص جبنا غسيل الحاجه. وابتدي بقى باذن الله كده ايه نظبط بقى ايه اليوم. بصراحه كله بركه وحب وخير من عند ربنا. اقسم برب العز كنا بص فرحانين فرح يعني والله كني عندي فرح. اقسم برب العز الفرح ليه بقى؟ عشان انتي بتتعمي الحاجه اللي جايه له على الغفله، والحاجه اللي بتيجي على الغفله بتبقى ممتعه. يعني فجأة واحد تعبان وشقيان ويعني العمال قوي دول اللي بيشيلوا النظافة، ربنا يقويهم ويكرمهم يا رب. زي ما بيشيلوا لنا حاجتنا وبينظفوا من كل حوالينا، اما يلاقوا حاجة زي كده جاية لهم كده اللهم صل على النبي بتبقى روعة. اقسم رب العز كانت سعادة ما بعدها سعادة. ادخل لكم بقى على الوجبة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا 4 كيلو رز انا حطيت 4 بصلات وسط كده حلوين، خرطتهم رفيع ونزلت عليهم بحبة زيت، بس حبه برضه حلوين عشان 4 كيلو رز كتير. ومعلقه سمنه بلدي كده بصي تخلي زي ما بتعملي ببيتك تعملي لاهل الخير. اهل الخير دول او اهل حبايبنا وضيوفنا وكل شيء. اقسم برب العز كان احلى حاجه اتعملت لهم.
بصوا حبايبي، انا البهارات بتاعت الحاجه ديت، البصله طبعا انت بس بتشمميها النار ولا بتخش في تحمير ولا بتحمر، يعني بس بتسخن كده وتتشوح كويس قوي عشان تحطي بهاراتك فيها وتدي النكهه الجميله اللي احنا دقناها او اللي احنا شفناها. وكانت الريحه كانت والله يا ريت كان التلفزيون بيطلع الريحه. بصوا حبايبي بقى دخلت في ايه. انا دلوقتي حطيت خلطه كده جاهزه فيها بطعم الكاري للرز البسمتي. حطيت 4 بواكي كنت جايباهم بصراحه من سوبر ماركت، وحطيت كاري من عندي، زودت طبعا 3 معالق كده كاري من عندي ومعلقه كركم واحده، وحطيت لومي، وحطيت حبهان بودر نص معلقه، وحطيت مستكه. طبعا مش هبخل على الحاجه دي باي حاجه، دي زي ما كنا انا اللي هاكلها بالظبط او اهل بيتي. و وحطيت عيدان قرفه كده باكو بحاله كده، يجي 5 6 عيدان كده على حسب برضو كميه الرز. وابتدي بقى تشم الريحه بقى والتشويح كده. بصي لغايه ما بصي كل الريحه تطلع كده وتعطر كده مع البصل بقى ومع الزيت ومع السمنه ومع الحاجات الحلوه اللي انت حاطاها. وطبعا الملح طبعا بتحطيه على حسب الطعم اللي انت بتحبيه، طبعا اكيد بتظبطي الحاجه، طبعا انت ست بيت وعارفه، وبتبقى برضه في المعقوله في سبيل ولا مالحه ولا عدل. الحاجه اللي الناس تقول الله فعلا، وفعلا كانت جميله والله فعلا بحق ربنا اقسم برب العز الحمد لله. بصوا حبايبي انا الرز غسلته ونقعته نقعيه من ساعتين ل3 يعني ما كترش عن كده، بس والله العظيم فرق كتير قوي في الطعم وفي السوى. قولوا لي بقى فرق في ايه؟ ما خدش ميه كتير، يعني هو كل كوبايه رز المفروض عليها كل كوبايه رز عليها كوبايه ونص ميه، طبعا هو ما خدش كوبايه ونص. انا دول ما شاء الله طلعوا حوالي 30 كوبايه رز بسمتي، وطبعا مش هحط 450 كوبايه كاري وكده. فانا رحت حاطه بقى ايه عشان هو لقيته برضو منقوع وحلو وكده، فانا قللت بقى، فتقللي مثلا من كوبايه وربع كده على حسب ايه. بصي الرز طبعا بيبان اما زي ما بتعملي رزك العادي، بس بتزوديه اعلى من اللي هو الرز العادي الميه بتاعته، بس عشان هو فيه ميته وفيه ميه البصل وفيه كده، فكله بيسوي بعضه مع البخار. فطلع تحفه وجميل، ودلوقتي هتشوفوا المنظر. ومش عارفه اقول لكم الطعم عشان يا ريت كنتوا معايا والله في الريحه والطعم اللي الواحد يعني شافها وكده. الحمد لله يا رب العالمين. بصوا حبايبي انا كده هو ايه هبتدي بقى اغطيه. بصوا حبايبي انا لسه ما حطيتش عيار الميه. دلوقتي اما لقيت الرز كتير معايا قوي في الحله، فابتدي احط الميه. نقلته بقى ايه، نقلت جبت حله تاني ونقلت مش نص الكميه، اقل عشان الحله التانيه صغيره. ظبطت سبحان الله بالنظر كده على قد الرز بتاعي وياخد العيار بتاعه. ودلوقتي هتشوفي في السوا الحلتين والله اروع من بعض الحمد لله يا رب العالمين. ومن كل اللي اكل واتبسط وفرح وكده بالهنا والشفا على قلبه يا رب كده وربنا يكرم يا ربي ويكرمنا يا رب من عنده. بصوا حبايب قلبي هبتدي كده هو دلوقتي ايه اتبل بقى البانيه بتاعنا. بس قدامنا البيض وقدامنا اللبن ومن كل شيء، كل حاجه جايه جميله، والبقسماط جبناه، والبصل طبعا تبلنا الفراخ حطيت بس ملح وفلفل اسود في سبيل ما غيرش طعم الفراخ، يحس الواحد اللي مش بياكل بهارات كفايه البهارات اللي في الرز. فحطينا كده الحاجتين دول، الملح والفلفل الاسود والبصله، يعني اما بتبشريها يا اما بتضربيها في الكبه ناعم قوي في سبيل تنزل ميتها. في وجبه احنا عملناها من بالليل للصبح وحطيتها في التلاجة، دي الاولانيه. اما الوجبه الثانيه لما جت الصبح بدري عبال ما احنا خلصنا ابتدينا دخلنا، يعني خدت لها 3 4 ساعات برضو متبله، فحلوين برضو كده وكله بقى روعه والله وجميل والحمد لله. بصوا حبايبي انا كده نضفت الفراخ كلها من البصل، وابتدي بقى احط في البيت كده واتبل، وكلنا عارفين تتبيله الايه. وتحطي حبه ملح وصغيرين وحبه فلفل اسود في قلب البيض واللبن، وكفايه بقى ملح وكده، وما حطيتش بقى في البقسماط ولا الدقيق تتبيله تانية في سبيل كل دوت بيبقى طعمه حلو. وكفايه كده عشان كبار السن اللي بياكلوا اكتر مننا، يعني اكتر من الصغيرين. ده كده بالنسبه للبانيه والحمد لله. بصوا حبايبي القطعه ما شاء الله اللهم صل على النبي بالهنا والشفا على اللي كلها، حلوه وجميله وانتوا هتشوفوا الاطباق وهي بتتظبط شكلها ايه. الحمد لله يا رب العالمين باذن الله. حبايب قلبي يا رب تعجبكم فيديوهاتي، ويا رب كده تدعموني بلايك وشير
كل ما الصفحة دي تكبر كلنا بنكبر مع بعض. اقسم برب العزة هتبقى قناة الخير بحق ربنا، وربنا يقدرنا على الخير يا رب. بص يا حبايبي، حتى سارة هبة بنتي الدكتورة سارة بإذن الله ربنا يكرمها بالدكتوراه بإذن الله. ادعوا لها كده يا رب، هي ما شاء الله نجحت والحمد لله، والسنة جاية ثانوية عامة، وبإذن الله تطلع لنا أحلى دكتورة بإذن الله يوفقها ربنا من عنده. فقالت لي لا يا تيتا أنا هقعد كده وأساعدك عشان حاجات برضو إيه أخد الثواب وكتير عليكي وكده. قلت لها ماشي يا حبيبة قلبي يلا ابتدوا. ومرات ابني كانت معايا برضو. لا كلنا ما بنسيبش بعض والله بحق ربنا يعني. بص اللهم صل على النبي بقى، الرز بقى وجماله. بصوا دي الحلة الأولانية الكبيرة اهو. بص بنحط رز جميل جدا. هو بص اقول لكم برضو حق ربنا حصلت حاجة. طبعا احنا عشان نعمل 5 كيلو بانيه مش عارفين هياخدوا قد ايه رز، فاحنا قلنا الاربعه يبقوا كتير وهيزيد الرز وهيبقى جميل. ما شاء الله الوجبات دي الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله يا رب. وبالهنا والشفا على اللي كلها عملت 62 وجبه. فالرز طبعا البانيه طلع اكتر من الرز. عملنا ايه بقى في الاخر؟ حطينا حتتين بانيه بدل حتتين بانيه، وحطينا عيش من عندنا من بيتنا عشان طبعا ما كناش عاملين حساب عيش ولا حاجه على سمعة نعمله رز وبانيه وسلطات. حطينا برضو رز عيش عندنا، كان عندنا البلدي وعندنا الفينو الحمد لله، وحطينا سلطه وبانيه وعيش. كملنا بقيه الوجبات بنفس الطريقه. كانوا 10 وجبات 15 يعني، ما كانش كتير يعني اللي كانوا باقيين. بس بعد كده المفروض هياخدوا 5 رز و5 بانيه باذن الله، هيبقوا برضو مظبوطين وجمال، وربنا يوفق من عنده يا رب. اللي حابب ياخد الفكرة. نعم اللي حابب ياخد الفكرة. اللي حابب ياخد الفكره والعيار كويس. انا بقول على عيارات ليه؟ عشان كل واحد اما عايز يعمل حاجه زي كده، سواء بقى عنده مناسبه او سواء عايز يطلع حاجه لله، يبقى عارف. انا حتى يوم ما عملت عيار الكفته قلت ما شاء الله عملوا كام وجبه وعملنا ايه وكده. وما شاء الله المشروبات برضو احنا جبنا باكيتين يعني 2 باكيته. الباكيته الواحده فيها 17 بتاع ده كامل باكيته يا ساره 27 و27. وجبنا فرداني عشان نكمل بقيه الوجبات يعني في سبيل كله يتراضى اهو. وهو نزلنا نوزع. فطبعا احنا كنا صايمين برضو كده، فجينا برضو ادينا الصايمين واللي عند الجامع وعند وبس العمال النظافه. وبرضو ما صورناش كتير قوي الناس اللي هي طالعه من الجامع في سبيل ما حدش يزعل. وبرضو مش بنجيب اشخاص يعني، احنا من بعيد كده وبنناول وكده. احنا قبل ما جينا فطرنا كنا فطرنا العشاء يعني، بس طبعا فرحانين ومبسوطين يعني. والحمد لله تمت على خير الحمد لله يا رب العالمين. يلا السلام عليكم، اشوفكم على خير يا رب. يكون فيديو خفيف على قلبكم كده. متنسوش اللايك والشير والاشتراك، اهم حاجه انشروا الخير لاهل الخير في سبيل القناه تكبر ونكبروا مع بعضينا باذن الله. حبايب قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.